وذلك على أمل التأقلم والتعود على الأجواء بشكل مميز. وننتظر أن يكون برونو سافيو لاعب مؤثر ومميز وله دور كبير في الفترة القادمة مع القلعة الحمراء. وأن سافيو لاعب مميز وشارك كثيرا في المباريات مع القلعة الحمراء، وذلك قبل خوض منافسات مونديال الأندية في المغرب. وبرونو سافيو تم استبعاده من مونديال الأندية وذلك بسبب الإصابة وعدم جاهزيته بنسبة 100%. وأن برونو سافيو يعاني في الوقت الحالي من إصابة في الركبة ويحتاج بعض الوقت للتعافي من الإصابة. وكان برونو سافيو قد تم استبعاده من خوض مباريات الأهلي والهلال السوداني ثم الأهلي وأسوان وذلك بسبب الإصابة. ويذكر أن النادي الأهلي يستعد في الوقت الحالي لخوض مواجهة صن داونز الجنوب افريقي، والتي من المقرر ان تقام يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لبطولة دوري ابطال افريقيا. مارسيل كولر يرفض طلب الجماهير ويبلغ محمود الخطيب بفرمان ناري. أبدت جماهير النادي الأهلي خلال الفترة الماضية استيائها الشديد بسبب الأخطاء التي وقع فيها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، حيث شهدت المباريات الماضية وقوع الشناوي في أكثر من خطأ كلف الفريق الأحمر الخسارة، سواء أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا أو فلامينجو البرازيلي بكأس العالم للأندية. وطلبت جماهير النادي الأهلي المسؤولين داخل القلعة الحمراء بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد ليكون بديل محمد الشناوي، بجانب التعاقد مع مهاجم قوي في ظل الفقر التهديفي الذي يعيش فيه الفريق الأحمر، وخسارة جميع النقاط بسبب إهدار الفرص بجانب الأخطاء التي يقع فيها محمد الشناوي. وكشفت مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن تقديم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والتعاقدات مع حارس مرمى قوي ليكون بديل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، ووجود تنافس قوي بينهما. وأكدت المصادر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة للأهلي نيوز أن مارسيل كولر لم يطلب ضم حارس مرمى جديد ليكون بديل محمد الشناوي، ولم يتحدث مع محمود الخطيب بشأن هذا الملف، والفريق الأحمر لا يفكر في التعاقد مع بديل لمحمد الشناوي، والأخطاء جزء من كرة القدم. هكذا تحدث كولر مع المسؤولين داخل القلعة الحمراء. وأن الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز وكولر لا يحاسب اللاعبين بالقطعة، وعقد جلسة مع محمد الشناوي للحديث معه حول التركيز ورفع من روحه المعنوية، لا سيما أن الفريق الأحمر مقبل على العديد من المباريات الهامة. وأبلغ الخطيب برفضه التعاقد مع حارس مرمى جديد. وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في المغرب بجانب لجنة التخطيط من أجل الحديث عن المهاجم المقبل والذي يسعى الفريق الأحمر إلى التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حيث حرص محمود الخطيب على توجيه رسالة اطمئنان إلى المدير الفني مارسيل كولر بشأن الصفقة الجديدة التي سيبرمها الفريق الأحمر والمهاجم القوي الذي سيتم التعاقد معه. ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز في الساعة 9 مساء يوم السبت المقبل في اللقاء الذي سيجمعهما على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يرغب الفريق الأحمر في حصد النقاط الثلاثة ومصالحة الجماهير والعودة من جديد إلى الطريق الصحيح. وبكده نكون وصلنا لنهاية النشرة. كان معكم محمد أبو ليلى من نشرة الترند. شكرا لكم والسلام عليكم.